لو زهقان من شغلك أو عايز تأنتخ شوية بس عندك ديدلاين، تخيل بقى لو عندك تمثال صغير يقدر يشتغل بدالك. الأوشبتي المصري القديم كان عنده تصور واضح عن الحياة بعد الموت. مكان هيعيش فيه للأبد سماه حقول إيارو، جنة خضراء مليانة أنهار وزرع لكن كان فيها شغل، هيحتاج يزرع ويحصد ويبني. هنا بقى يجي دور الأوشبتي. دي مش مجرد تماثيل، دي عمال سحريين كانوا يتحطوا في المقابر عشان يشتغلوا بدل المتوفي في حقول إيارو. ما هو مالك ولا أمير مش واخد إنه يشتغل بإيديه. الأوشبتي كانوا بيتعملوا من الطين والخشب والفيانس اللي هو الإشاني وحتى الذهب والفضة. وفي مجموعة الملك توت عنخ آمون كان في أوشبتي من الألاباستر. الأغرب في عصر الدولة الوسطى كانوا بيحطوا 1 أو 2، لكن في الدولة الحديثة لقينا في بعض المقابر 365 أوشبتي، واحد يشتغل كل يوم من أيام السنة. أجدادنا كانوا دماغ شغالة ما بتنامش.